حبايبي الغاليين عاملين ايه؟ النهارده هنعمل بقى معاكم وصفة كده للحمة حلوة قوي وجميلة. طبعا في ظل الظروف اللي احنا فيها دي مش كل يوم طبعا بنجيب لحمة، فلما نجيب حتة لحمة حلوة كده لازم ندلعها، نعملها بطريقة تكون حلوة وجميلة، تخليكي تاكليها كده وانتي مستمتعة، وفي نفس الوقت تكون سريعة وما تاخدش منك وقت عشان الجو ساقع بقى مش هنقف كتير في المطبخ. تمام. انا معايا هنا اللحمة متقطعة كده شرايح، ومعايا بصل متقطع برضو صغير، وفلفل حار، وطماطمايه متقطعة مكعبات، ومعايا التوابل جوز الطيب وملح وفلفل وكبابة صيني وبهارات لحمة وقرفة وجنزبيل ورق لورا. البصل بقطعه كده صغير زي ما انتوا شايفين، على ايدي كده او تفرميه في الكبة، والفلفل لو حابة فلفل حار او فلفل عادي. تمام. هجيب كده قطعة من السمنة هدهنها في الصينية عشان بعد كده هدهن بيها اللحمة. هحط كده كله على بعضه. بص الوصفة دي حلوة قوي، ما بتاخدش ثواني، كله 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 كده على بعضه، وانتي واقفة في المطبخ تكون مخلصاها. مش هتاخد وقت برضو في التسوية في الفرن، لان الشرايح دي بتتقطع، بتبقى رقيقة ومش بتاخد وقت في التسوية. تمام. حطينا كده كل التوابل على بعضها مع الطماطم مع الفلفل، ونقلبهم كويس في بعض، وافركوا البصل كده بالتتبيلة علشان خاطر تطلع طعمها الحلو. وبعد كده بروح جايبة اللحمة بحطها مع البصل، بقلبها كده فيها، بخليها تاخد من الطعم. تمام زي ما انتوا شايفين كده، في السريع كله بسرعة كده، الجو ساقع عايزين نحط الحاجة في الفرن ونخش نقعد تحت البطانية تاني. طبعا انتوا واخدين بالكم ان دي مش ايدي انا اللي بتعمل، ده ابو البنات بقى. قلت له بقولك بما انك اجازة النهاردة كده، ما تعمل لنا اكلة حلوة من ايدك. فعملها لنا، كان طعمها حلو قوي فعلا، كانت جميلة جدا. اجمل حاجة في اللحمة دي ان انتي تاكليها بعيش حلوة قوي، هتاكليها مع رز تحفة، مع مكرونة جميلة، هتاكليها بأي طريقة حلوة قوي قوي. بعد ما فردناهم كده بقى في الصينية وتظبطوا، هغطيها بالفويل، وهدخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة مش عالية قوي، هتاخد من نص ساعة لساعة الا ربع معاكي في الفرن. بشيل بعد كده الفويل من عليها عشان اديها وش كده تتحمر شوية، وشوفوا بصوا بقى الطعم بقى. الجمال والحلاوة. بصوا الطعم، يعني العين تاكل قبل ما البق ياكل. بصوا الجمال. الصوص ده بقى، الحاجات دي اللي هو البصل ده والحاجات اللي فيه ده، بيبقى ايه، خرافة روعة. تسلم ايدك، كان طعمها حلو قوي، وشكلها كمان يفتح النفس كده وجميلة، وكانت طالعة معايا زبدة. قعدتها في الفرن بس ساعة الا ربع. بصوا طالعة معايا طرية وجميلة، هي كانت سخنة وانا اصلا كنت عمالة اكل فيها مش مستنية ان انا اصورها. طعمها حلو قوي وسهلة وبسيطة وسريعة، ومش هتاخد منك وقت ولا مجهود ولا اي حاجة. شوية بصل دول هيخلولك الأكلة تحفة. كتري كده في البصل عشان هيتنزل صوص كده جميل، هتقعدي تاكلي في الصوص والبصل ده، هيبقى طعمه تحفة حلو قوي. واللحمة كانت جميلة. أتمنى ان انتوا تجربوها. أشوفكم دايما بخير. سلام.